صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين على أغلى وأجمل متابعين في الدنيا كلها. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا بقى شوفوا يومنا النهاردة، كله طاقة وكله حيوية كده ونشاط. قومي كده تشجعي، شد البطانية ولا اللحاف وقومي شوفي اللي وراك. أنا قمت كده من النوم. الشقة بصراحة قبلها بيوم كنت مغيرة فرش السراير كله، وكنت مسيقة الشقة يا بنات ومخليها زي الفل. البنات عندي نزلوا راحوا المدرسة، بينزلوا الساعة 7. قمت على الأوضة بتاعتهم، مسكتها كده رتبتها ولمعت الإزاز ومسكت الخشب كده لمعته. وبعد كده بقى نشفط كده المشيات بالمكنسة. أوضة البنات عندي صغيرة مش كبيرة، فما بتاخدش وقت في الترويق. هنا بقى روقت سرير ودخلت على السرير التاني، رتبته كده يا بنات زي ما انتوا شايفين. وبعد كده لمعت السراحة. وبعد كده بقى يا بنات شفطت المشايات بتاعت الأوضة. الأوضة عشان صغيرة ما بتاخدش وقت في الترويق، يعني كلها 5 دقايق كنت طالعة من الأوضة شفطاها ومروقة السراير وكنت مخليها زي الفل. وكده خلصت أوضة البنات زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. طفيت بقى النور وبعد كده ندخل على أوضة النوم. هنا بقى كنت حاطة الكفر، فقلت بقى ايه مش مشكلة، ياخد له كده يومين وبعد كده نشيله نغسله ونفرش عليه الدفاية. عندي 3 بصراحة بحب اغير فيهم في الشتاء. في الشتاء ما بحطش بقى الملايات اللي هي المشجرة، لا بحط الكفر السادة. بغطي المرتبة كده بالكفر وبعد كده بنفرش عليه الدفاية، ندفي بقى السرير، الجو بدأ ان هو يسقع. فانا قلت بقى خليه كده ياخد يومين وبعد كده نلمه ونغسله ونحط بقى ايه الدفايات، نفرش واحد تاني ونفرش عليه دفاية. رتبت يا بنات الكفر وبعد كده بقى نحط كده اللحاف عليه ونمسك الأوضة نشفطها، وكده الأوضة بقت زي الفل. شفطت المشاية بالبلكونة الصغيرة ولمعت إزاز السراحة، لأن إزاز السراحة عندي عايز يتلمع كل يوم. ودخلت يا بنات على باقي الشقة شفطتها ومسكت كده الحمام شطفته. ترويق الشقة كلها ما خدش في ايده نص ساعة، حتى السلم كنت مسيقاه. بعد ما خلصت بقى خدت بعض كده على الساعة 10 ورحت السوق. انتوا عارفين الايام دي الجو ساقعة، وقلت بقى اجيب كرنباية كده نعملها محشي ندفي البنات بيها. الكرنباية دي يا بنات كنت جايباها ب25 جنيه، بس ما شاء الله كرنباية كبيرة. وانا بحب الكرنباية المكتومة، ما بحبش الكرنباية المهوية. الكرنباية دي انا جبتها ب25 جنيه. وجبت كيلو بصل، كيلو البصل ب23. وجبت كيلو بتنجان، كيلو البتنجان ب6.5. جبت كيلو لان كان عندي بصراحة من المرة اللي فاتت فجبت كيلو. وجبت كيلو وربع طماطم، الكيلو وربع ب10 جنيه، وفي ناس بتباع الكيلو ونص ب10 جنيه. وجبت كيلو وربع خيار، الكيلو وربع ب10 جنيه، وفي ناس بتبيعوا الكيلو ونص. عايزة اقول لكم قبلها بيومين كنت جايبة ال2 كيلو ب10 جنيه. وجبت بطاطس، كيلو البطاطس ب15 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب12 جنيه. بس قلت بقى ممكن اللي هي ب12 ما تكونش بتاعة تحمير، فدي بصراحة مجرباها من عند نفس الراجل، كنت محمراها يا بنات كانت زي الخشاف. وجبت 2 كيلو ونص موز، كيلو الموز ب15 جنيه. وجبت نص كيلو فلفل، النص كيلو ب6 جنيه، الربع ب3. وطالما بقى رايحة السوق جبت سمك. بصراحة عجبني السمك البوري، بس قالوا عليه، قال لي الكيلو ب100 جنيه. قلت له لا انا هاخده منك ب90. قال لي طب تعالي. جبت كيلو وربع، ال5 بورات دول كيلو وربع. الكيلو وربع يا بنات جبتهم ب115، لان الميزان كان طابق فقال لي 115. قلت له ماشي ما فيش مشكلة. جبتهم 5 سمكات. قلت بقى طالما انا في السوق كده نجيب السمك نشويه ويعدي يوم. وتعالوا بقى مع بعض نحضر التمليحة بتاعت السمك. معايا هنا يا بنات بصلاية متوسطة، وطماطماية متوسطة، ومعايا ليمونتين، مسكت الليمون كده قطعته، ومعايا جزراية من نمسكها برضو نقطعها، وراسين توم صغيرين،
و4 قرون من الفلفل الحامي. عندك فلفل احمر حطيه، عندك اخضر حطيه، اللي انت عايزه تحطيه حطيه. بعد كده ننزل بالثوم، وننزل عليهم يا بنات ب3 معالق من الزيت، وطبعا سمك يعني كمون. بعد كده ما نزلت عليهم كده بالزيت، نزلت عليهم بمعلقه من معلقه الشاي مليانه من الكمون. الكمون ده انا كنت لسه محمصاه وضربته في الكبه، عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي قوي. هنا بقى نزلت بالملح، اهم حاجه اظبطي الملح بتاعك. طيب لو ما عندكيش كبه هاتي المبشره وابشري بيها الجزرايه والطماطمايه والبصلايه، ودقي بقى التوم مع الفلفل كده في الهون، وحط عليهم الملح والليمون يا بنات اعصريه، هيديكي نفس النتيجه. يعني شايفين النتيجه دي؟ لو بشرت كل حاجه تطلع معاكي بنفس النتيجه. بس بصراحة أنا واحدة من الناس ما بستغناش عن الكبة، والكبة اللي هي فريش دي عايزة أقول لكم عملية قوي قوي صراحة. يعني أنا جربت كذا كبة، دي أحسن كبة أنا جربتها. بعد كده يا بنات جبت بطاطس، مسكتها قشرتها وصبعتها صوابع رفيعة كده جنب السمك. كان عندي يا بنات بطاطس دي كنت مخرطاها وحطها في التلاجة، فزودت بقى عليها كده كام واحدة. عايزة أقول لكم البطاطس لو صبعتيها وفاضل عندك يعني زيادة وحطيتيها في التلاجة ما بيجرالهاش اي حاجة، لو قعدت يومين 3 على رف التلاجة ما بتسودش منك ولا اي حاجة. اهم حاجة فاضل منك بطاطس دخليها على رف التلاجة على طول، ما تسيبيهاش بره. قبلها بيوم انا كنت مسافرة عند ماما في الفلاحين، ربنا يخليها لي انا واخواتي ويديها الصحة والعافية، اللهم امين يا رب العالمين. فكانت عطياني لبن، مسكت بقى ازازة كده من اللبن اللي هي عطيهولي غليتها، وبعد ما بردت معايا دخلتها التلاجة. لما تجيبي اللبن اغليه، وبعد ما يبرد حطيه على رف التلاجة، بس قعديه معاكي يومين. يعني انت غليتيه النهارده سيبيه بكره في التلاجة، وبعد بكره بقى شيلي الوش بتاعه. عايزه اقول لكم ان اول مره نشيل الوش تاني يوم، انا بسيبه يومين على رف التلاجة وبعد كده اشيل الوش بتاعه. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله العلبه دي يا بنات وش من اللي انا بطلعه من على وش اللبن. دلوقتي هسيحها معاكم ونعمل مع بعض احلى واجمل سمنه فلاحي. هنا بقى غسلت رز، قلت نعمل براميل رز معمر كده جنب السمك. وكل برام هنا يا بنات حطيت له 2 من اللبن. عايزه تغلي اللبن اغليه، عايزه تحطيه كده ساقع من التلاجة مفيش مشكله خالص. انا كنت حاطه الكاتل جنبي كنت بغلي ميه. كل طاجن رز من دول يا بنات حطيت له 2 من اللبن و2 من الميه. حطي نص الكميه بتاعتك لبن ونص الكميه ميه. الكميه دي يا بنات نحطها على الرز لو اللبن بتاعك جاموسي. طيب لو لبن بقري حطي التلتين لبن والتلت ميه. هنا بقى ظبطت كده الملح مع الميه زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ننزل كل برام نحط له 2 من الميه. الميه دي يا بنات ميه مغليه. اهم حاجه خلي كده البرام بتاعك يكون ممسوح من الميه واللبن. وقلبت كده الطاجن من تحت ومن فوق، والفرن بتاعي مولعه الشوايه ومولعاه من تحت، وندخل الرز زي ما انتوا شايفين. اول بقى البرام كده ما تدينا الوش الذهبي الجميل نطفي الشوايه، واول الرز ما يختم يا بنات وما تلاقيش لبن كده في الطاجن، حطي بقى الصاجه بتاعتك في نص الفرن وطلعي الطواجن في نص الفرن. وعايزه اقولك هتاخدي احلى شويه رز معمر. معايا هنا يا بنات كيلو الا ربع من السمنه. انت بتحبي السمنه الروابي حطيها، بتحبي بقى كريستال اللي انت بتحبيه حطيه، اي نوع انت بتحبيه. وعلبه الحلاوه دي بتاخد معايا كيلو من القشطه. انا هنا بقى ولا ربيتها وطلعت زبده ولا اي حاجه من دي خالص، انا هفضيها كده على السمنه على طول ونسيبهم بقى يغلوا مع بعض. اهم حاجه ايدك بالمعلقه كده تقلبي على طول. هتبدأ يا بنات ان هي تفك معايا واحدة واحدة. هنا وش اللبن كان مجمد معايا لانه كنت لسه مطلعاه من الفريزر.
على طول بعمل السمنة بالطريقة دي. عايزة اقول لكم الطريقة حلوة قوي قوي، يعني كل اللي بياكل منها بيفكرها ان هي سمنة فلاحي صافي. امي ربنا يخليها لي يا بنات على طول بتديني زبدة فلاحي، فالزبدة بقى باخدها وبسيحها وبعملها سمنة فلاحي صافي. لكن بقى لما يكون عندي كده وش لبن بحط عليه سمنة كده زي ما انتوا شايفين. طيب لو انت عايزة تحطي كيلو، كيلو وربع حطي. عايزة اقول لكم والله يا بنات طعمها بيبقى حلو قوي قوي. هنا بقى الرز كده الوش زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، يعني الكاميرا ظالمة اللون كمان. طفيت الشواية وسبته بس من تحت كده لحد ما يشرب اللبن كله، وبعد كده ناخد الرز ونحطه في الرف اللي في النص. هنا بقى يا بنات السمنة بتغلي معايا بالشكل ده، شايفين ما شاء الله السمنة كده طلعت على الوش زي ما انتوا شايفين. عايزة اقول لكم بقى الريحة قلبة البيت كله. انا بحب ازود الكمية كده بالسمنة عشان اعمل منها صينية كنافة، صينية بسبوسة، ما بستغناش عنها بصراحة. هنا بقى يا بنات المرتة بدأت ان هي تستوي معايا. اول ما تديكي كده اللون البامبي طفي عليها على طول. دلوقتي يا بنات هنقل لكم الحلة كده على العين اللي جنب الكاميرا عشان تشوفوا السمنة كويس. شايفين ما شاء الله. هنا بقى يا بنات بدأت كده ان هي تلون معايا. وكنت غاسلة البرطمانات ومعقماها كويس. اهم حاجة اوعي تحطي السمنة في البرطمان وهي سخنة، تسيبيها تبرد خالص وبعد كده تعبيها في البرطمانات. اول السمنة ما تديكي اللون الاصفر الفاتح طفي عليها عين البوتاجاز وشيليها على عين تانية تكون باردة. لو سبتيها على عين البوتاجاز السخنة لونها هيغمق معاكي. شيليها على عين بوتاجاز كده تكون باردة، لان السمنة بعد ما بتطفي عليها بتفضل تغلي يا بنات كده شوية، فعشان ما تغمقش منك. وهنا يا بنات كان الرز استوى معايا، طلعته من الفرن. حطيت له كل برام كده 3 معالق من السمنة، وبعد كده خدته وحطيته في الرف اللي في النص لمدة 3 أو 4 دقايق مش اكتر من كده. بعد كده يا بنات مسكت السمك غسلته. على ما غسلت السمك كنت طلعت الطواجن من الفرن. خدت السمك وطلعت نشويه فوق عند الفرن. كنا في الوقت ده الساعة 5:30. كان الجو غيم خلاص لان احنا طبعا في وقت شتاء. ولعت اللمبة. وهنا يا بنات خدت كده شوية ردة في الصينية وقلبت السمك من فوق ومن تحت ورصيته على المطرحة. والفرن بتاعي طبعا مولعاه من تحت ومن فوق. هنا بقى سبت معلقتين بس من الدقة وخدت الباقي كده حطيته في صينية وحطيت عليه كوباية صغيرة من المية. وهنا يا بنات الفرن كان سخن معايا. اهم حاجة تشوي السمك في فرن يكون سخن، لان الفرن بتاعك لو بارد السمك هيلزق منك. لو ما عندكيش فرن يشويه على عين البوتاجاز، حطي كده صاجة وسخنيها كويس جدا، وبعد ما تسخن معاكي حطي عليها السمك هتديكي نفس النتيجة. بس انا بقى طالما عندي الفرن كده بشويه في الفرن على طول. عايزه اقول لكم انا عمري ما شويت السمك بره، ولا بحب السمك اللي مشوي بره. بحب كده شويه في الفرن على طول. هنا بقى بعد السمك ما اتشوى معايا وطيت بقى الجناب كده وهديت الفرن من تحت وسبته يا بنات لمدة 5 دقايق عشان الراس ما يكونش فيها دم. اهم حاجة اشوي السمك كده بعد خلاص ما خد لون من فوق ومن تحت، هدي عليه النار عشان يكون مستوي من جوه، وكل اللي ياكله من ايدك يقولك تسلم ايدك. اول ما تطلعي السمك من الفرن حطيه في التمليحة بتاعته على طول. سبته كده يشرب من التمليحة. على ما نزلت تحت كنت شلته وحطيته في الطبق كده زي ما انتوا شايفين. ومعلقة الدقة اللي احنا كنا سايبينها في الكبة رشيتها كده على وش السمك. وفي الوقت ده كنت بحمر بطاطس على البوتاجاز. وعملت طبق سلطة كده كبير وحلو كده زي ما انتوا شايفين. اعملي السلطة واوعي تحط عليها ملح غير ساعة الاكل. هنا يا بنات كنت مظبطاه وحاطه لها الخل والليمون وكل حاجة. حطيت لها بس كده الملح ساعة الاكل
وقلت بقى على البطاطس كده ما تتحمر نعبي السمنة. هنا السمنة كانت بردت معانا تماما. اول ما بردت معايا عبيتها كده زي ما انتوا شايفين. الكمية دي عملت معايا البرطمان اللي انتوا شايفينه، والبرطمان التاني عبيت تلته من السمنة. والمرتة صفيها كده بالمصفى، اهم حاجة مصفى تكون ضيقة ما تنزلش مرتة معاكي. المرتة اللي طلعت معايا دي خدتها وحطيتها في البلاص بتاع المش. والبطاطس اتحمرت معايا، اتغدينا وغسلت بقى المواعين كده وظبطت الدنيا. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهاردة. يا رب الفيديو يكون خفيف وبسيط على قلوبكم. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.